السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. الوصفة ولا الاقتراح ديالي اليوم ان شاء الله لعشاق الطاكوس. غادي نحضروا طاكوس منزلي كيجي رائع وطبعا كيتقام باقل تكلفة. غادي نحضروه بدون آلة بانيني. كيجي المذاق ديالو احسن بكثير من طاكوس المحلات، وكما قلت لكم يعني كيتقام اقل تكلفة. دوزو شوفوا الطريقة والمقادير. هنايا عندي واحد الكميه ديال صدر الدجاج، كتبقى على حسب العدد ديال الافراد الاسره ديالكم. اللي انا يعني عملت التوابل ديالها كامله ليله من قبل بيتها يعني في التوابل اللي استعملتها في هذا الطاكوس هذا غادي نخليها لكم بالتفاصيل مكتوبه في صندوق الوصف. استعملت يعني التوابل الخاصه بالطاكوس، استعملت الفلفل الاحمر، الثوم بودره اولا الثوم الطري، استعملت قزبر حبوب مطحون، شويه ديال الابزار، شويه ديال الكيمون، عصير الحامض. هنايا غادي نضيف زيت الزيتون اللي فيها، غادي نشحر هاد صدر الدجاج، وغادي نضيف هنايا علبه ديال الياغورت مسوس اولا الياغورت طبيعي. هاد الياغورت كنضيفو حتى كنجي نشحر صدر الدجاج ديالي، يعني ما كنضيفوش ملي كنتبل صدر الدجاج، يعني كنضيفو حتى كنجي نشحرو اولا نقليه في المقيله كما كتشوفوا كنخلط. وطبعا كنضيف عصير الحامض كما قلت لكم. التوابل كامله والمكونات اللي وضعت في هذا الطاكوس غادي نخليها لكم مكتوبه بالتفاصيل في صندوق الوصف كما العاده. وغادي ندوز باش نكمل معكم المرحله الثانيه. هنايا عندي واحد الكميه ديال الكفته، كما قلت لكم غادي نحضروا طاكوس ميكست يعني مخلط بين الكفته وبين صدر الدجاج. واحد الكميه تقريبا واحد 200 حتى 250 غرام ديال الكفته، اللي عملت لها شويه ديال التوابل الخاصه بالكفته، شويه ديال المليحه، بصله صغيره محكوكه، وشويه ديال الثومه اولا واحد 3 ديال السنات ديال الثومه محكوكه، وريقه ديال سيدنا موسى، شويه ديال الكيمون. هنايا وضعت شويه ديال السكنجبير القليل فقط، شويه ديال الخرقوم، وشويه ديال الابصار. فقط هادو هما المكونات اللي غادي نستعمل. هنايا كنوضع شويه ديال الفلفل الاحمر. هادو هما المكونات اللي غادي نستعمل في هاد الكفته هادي. غادي نضيف شويه ديال زيت الزيتون، غنشحروها في زيت الزيتون حتى كتنضج يعني معنا. هنايا كنبقاو نحركوها حتى كتقلى وكتنضج، ومن بعد غادي نخليوها على جنب تبرد تماما. وغادي ندوز معكم باش نكمل معكم باقي المراحل. من بعد ما شحرنا الكفته فاحنا كنخليوها تبرد، وكندوزو باش نشحروا صدر الدجاج. يعني كنعملوه في مقيله مع زيت الزيتون، وكنبقاو نحركو اولا نقلبو فيه حتى كيتشحر مزيان وكينشف تماما من الماء. ومن بعد غادي نخليوه حتى هو يبرد تماما باش غادي نستعملوه. يعني الحشوات بجوج كخصهم يكونوا باردين باش ما كيخطوناش الخبز ديال التورتيلا. والخبز ديال التورتيلا فانا غادي نستعمل الخبز اللي جهزته منزليا. كنت خليت لكم يعني فيديو سابق في القناه كيفيه تحضير خبز التورتيلا او خبز الطاكوس. هو هذا خبز التورتيلا انا حضرته في البيت، يعني كيجي الصراحه تماما فحال اللي كيتباع في المحلات. كما كتشوفوا كيجي رطب والسمك ديالو يعني رقيق. هنايا الكفته من بعد ما بردت، وهذه الصلصه اللي غادي نستعمل الصلصه الاندلس. نتوما استعملوا يعني الصلصه اللي كتفضلوا اللي كتعجبكم. هنايا صدر الدجاج من بعد ما برد. هنايا عندي الفريد، وغادي نحتاجو الجبن الخاص بالساندويتش. هنايا غادي ندهن خبز التورتيلا اولا خبز الطاكوس بصلصه الاندلس، يعني كتوضعوا الكميه اللي كتفضلوا نتوما. كندهن خبز التورتيلا كامله بالصلصه، يعني الجوانب كندهن الجوانب كاملين باش هكذا ملي كنجي نلف اولا نطوي الطاكوس فكيلتصق مزيان وما كيتحليش وتخرج مني منه الحشوه. دابا غادي نضيف كميه ديال صدر الدجاج اللي خليناها تبردت تماما. فهاد الكميه خرجت لي 5 ديال الساندويتشات ديال الطاكوس. فكما قلت لكم كيطيح اقتصادي، يعني كيطيح رخص بزاف ان حنا نشريوه اولا نكومونديوه.
كنوضع واحد الكميه ديال الفريد. من بعد هنايا اللي ما توفرش على جبن الساندويتش فيمكن يستعمل غير الجبن الخاص بالبيتزا، ماشي مشكل. يعني انا استعملت من هذا واستعملت من الجبن الخاص بالساندويتش. فيعني كبين لكم انه واخا ما يكونش عندك الجبن الخاص بالساندويتش وكان عندك هذا متوفر الجبن الخاص بالبيتزا، فكنستعملوه. كنضيفوا كميه ديال الكفته من بعد، ومن بعد كنطويوه على هذا الشكل هذا. طريقه سهله كما كتشاهدوا في الصوره. غادي نحضر معكم وحده اخرى. هنا كناخذ خص تورتيلا كندهنو بالصلصه كامل. كما قلت لكم دهنوا الجوانب كامل باش ملي كنتسنيو اولا ملي كنطويو الطاكوس فكيلتصق معنا وما كيتحلش. غادي نوضع كميه ديال الدجاج في الوسط. هنايا كنوضع القليل من الفريت او من البطاطس المقليه. هنايا غنوضع واحد الكميه ديال الجبن المبشور. تقدروا تعوضوه الا ما توفر لكم شي الجبن الخاص بالساندويتش. هنايا كنضيف كميه ديال الكفته اللي شحرناها طبعا وخليناها تبرد. كنتنيو الطاكوس على هذه الطريقه هذه، يعني الطريقه كلشي كيعرفها. غادي نكمل الساندويتشات اللي عندي كاملين، ومن بعد غادي ندوزو باش نحمروهم في المقله. انا هنايا ما استعملتش الاله ديال البانيني، استعملت غير المقله الثقيله يعني اللي كنحضروا بها الرغايف اولا المسمن. كتدهنوها بشويه ديال الزيت، كتخليوه حتى كيسخن، ومن بعد كتوضعوا الطاكوس يعني كتحمروه من جوج جهات كما كتشوفوا. كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي الصراحه اكثر من رائع. كنتمنى تجربوه. كيجي المذاق ديالو تماما فحال الطاكوس ديال المحلات، وطبعا كيتقام اقتصادي بزاف. كنتمنى الوصفه اولا الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك والاشتراك. كنشكركم على الدعم والتشجيع. الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.